ولدينا نساعدوه من غدوه عيطوا لنا نروحوا سبتهم الا ردوها لهم في 48 ساعه. عندهم 4 جدارميه ثم سبنيول فرماو عليهم الحدود. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا بغينا نردوا واحد الرد اللي غادي يكون ان شاء الله رد بسيط ورد في المستوى على هذاك الاستاذ الجزائري اللي قال لك بانه قادر يحرر سبته ومليليا في 48 ساعه. في 48 ساعه. المهم ما نطولش عليكم، شوفوا الفيديو ديالو ونحاولوا نردوا عليه بشويه بشويه. خليكم معايا. حنا لو كان جابت سبته ومليلة ارض في الجزائر يتحرك 62 ولو كان هم لو يسعون هم من اجل تحريرها تاكد ان الجزائر تساعدهم. يا ولدينا نساعدوه من غدوه عيطوا لنا نروحوا سبته ومليلة ردوها لهم في 48 ساعه. عندهم 4 جدارميه ثم سبنيول فرماو عليهم الحدود. يعيطوا لنا 48 ساعه ردوها لهم من باب الاخوه والتضامن مع الشعب المغربي. من باب الأخوة والتضامن من مغربي معاك انت كجزائري، بغيتك تخرج للشارع في الجزائر ودير واحد المظاهرة اللي بسيطة. يعني ما غاديش نقول لك انك تخرج ودير المشاكل، لا، غير تقول انك كطالب بعودة جماجم المجاهدين اللي كاينين في متحف الانسان في فرنسا. هذا فقط طلب بسيط مني انا كمغربي. اما بالنسبه اللي قلت نتايا بان 4 ديال لي جوندارم يعني سادين علينا الحدود، وانت كاستاذ جامعي خاصك تكون على درايه بانك الا قصتي هذوك 4 ديال لي جوندارم راه غادي تلقى مشاكل مع الاتحاد الاوروبي كامل. وحنا عارفين انكم نتوما دايرين لنا العرقله وكتمولوا البوليزاريو باش حنايا نبقاو ديما منشغلين مع البوليزاريو وما نهضروش على الصحراء الشرقيه وما نهضروش على سبته ومليليا. وشوف هذا الفيديو هذا ديال احد المؤسسين ديال البوليزاريو وهو تيفند هادشي اللي تنقول. وضوح للناس، ما هي اهداف الجزائر في دعم البوليساريو؟ أهداف الجزائر في دعم البوليساريو أولا لكي لا يتفرغ المغرب لمناقشة الحدود المغربية الجزائرية، شرقية بالنسبة للمغرب والغربية بالنسبة للجزائر. خليني اسجلها لان تهمني هذه الاجابه. كنظن سمعتيه شنو قال. وانتوما كتمولوا البوليزاريو باش المغرب ديما يبقى يعني اول شغل والمشغله ديالو هو محاربه البوليزاريو، باش ما يهدرش على الصحراء الشرقيه وباش ما يهدرش على سبته ومليليا. بما انك انت تهجم علينا على هذه جبت لك الرئيس البارح فاتن برد ماهوش قاعد لهم. حنا ماناش قاعدين، حنا عندنا امور اخرى لقدام. لو كان يدور تبون اللورا نتعطلوا شوي. تبون راه ماشي، فهمتني، ماشي لقدام الدور شوي اللورا نتعطلوا. هادو ناس ربي يهديهم. احنا اخوه في الدين، اخوه بكثير من العوامل مشتركات جمعنا. النظام نتاعهم هو اللي يحب يفسد بيننا وبين الشعب المغربي، سواء من داخل المغرب ولا من خارج المغرب. حتى ابواق في الخارج يسلك فيها باش تهجم على واه. وحتى انت راك بوق من الابواق اللي كيحاولوا يفسدوا. انت ملي قلتي دابا انك في 24 ساعه باغي تحرر سبته ومليليا، يعني انت كطيح بينا حنا كمغاربه وكتقول الشعب المغربي هما خوتنا، وكتزيد كطيح بينا وتقول حقا غادي نمشيو دابا انت غتجي من الجزائر غادي تجي للمغرب وغتحرر سبته ومليليا. يعني انت راجل وحنا ماشي رجال. زياده على هذا كما قلت لك في الاول ديال الفيديو، الا كنتي راجل وفيك ذره ديال الرجوله خرج للشارع وهدر على الجماجم ديال الشهداء رحمه الله عليهم اللي كاينين في متحف الانسان في فرنسا. يعني بلا ما تحتاج انك تجي حتى للمغرب وتحرر سبته ومليليا. هذا طلب بسيط مني انا، خرج للشارع وهدر على هذه القضيه هذه. وهذيك الساعه الا درتيها ورجعوا هذيك الساعه نعترفوا بك ونقول لك اجي تحرر سبته ومليليا. الجزائر مساله الصحراء الغربيه هي ماشي تاعنا خويا، اذا مشكل اممي. انت لو كان جيت سور يا اخي تقول الصحراء مغربيه، الصحراء الغربيه مغربيه، دير تقرير مصير. يا اخي نتاعك انت واش خايف؟ انا دوك تجي تقول لي تقول لي باتنا نتاع هي دير باتنا نتاع الجزائر هي ما تدخليش فيها الشك. اذا كانت الصحراء مغربيه ينفذ القرارات الامميه تاع الامم المتحده. دير تقرير مصير اخويا وخلي الشعب الصحراوي يقول نعم للانتماء للمغرب. هايديك انتهى المشكل.
دابا المشكله انه كينتقد في راسو، قال لك ان مشكل الصحراء الغربيه ماشي تاعنا. شويه تيقول لك علاش ما تعطيش للصحراويين يديروا تقرير المصير في الصحراء الغربيه؟ واش انت سوقك؟ وانت اش دخلك؟ هي قلتي ماشي تاعنا، علاش كتدخل في هذا الشيء هذا؟ خليك اصاحبي في المشاكل الداخليه ديال بلادك، اش قربك لينا؟ خليك في المشاكل ديالك وتفادى المشكل باش ما توقعش الفتنه بين كما كتقول الاخوه. دونك تلاحظ المشكل ماهوش بيننا وبين ماهوش الصحراء الغربيه، ماهوش الصحراء الغربيه. دونك اقرا شويه التاريخ، انت راك مطلع مليح على الامور هذه. قول المغاربه يقراو التاريخ نتاعهم باش ما ندخلش في امور واحده اخرى. التاريخ تاعهم اللي يكشفوه مغاربه ماناش حنا. الخيانات للشعب المغربي والشعوب الاسلاميه معروفه عندهم في الانظمه تاعهم. ماهوش الشعب كريم، الشعب غدوه المغربي فتح لك بابه. عبد الكريم الخطابي رحمه الله ومعروفه يعني ماذا فعل به. يا ولدي وشكون جاب الى لاحظتوا ذكر الخيانات وقال لك انه الانظمه تاعنا معروفه بالخيانات. قال لك انهم خانوا الشعب المغربي، في لحظه بغى يقول خانوا الشعب الجزائري، لكن دار بصبعه بحال ما هكا. ما قدرش يقول بان النظام ديالنا خان الشعب الجزائري، لانه عارف بان النظام المغربي دافع على الوحده ديال الجزائر. وغتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا كيفاش محمد الخامس رحمه الله كان كيدافع على الجزائر في الامم المتحده. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. وهذا الكلام اللي قال محمد الخامس في الأمم المتحدة، وهذا هو اللي زعج فرنسا، وهذا الشيء اللي خلى فرنسا أنها تدي بعض الأراضي من الأراضي ديالنا وتعطيها للجزائر. دابا غادي نشوفوا بن بلة اشنو تيقول على الراحل محمد الخامس رحمه الله. محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون. طيلة سجننا وحتى خرج من السجن وشفتوا بعدين كان موقفه رائع، مع يعني فيما يخص القضية الجزائرية كان موقفه من أروع ما يكون. راك سمعتي على ودنك الرئيس ديالكم بن بلة اشنو قال. اما بالنسبه للخيانه ديال الدول الاسلاميه فراه بسبب الفتوحات الاسلاميه في الاندلس خسرنا سبته ومليليه. شكون جاب الحمايه الفرنسيه للمغرب؟ شكون دخل الفرنسيس للمغرب؟ شكون دخلهم؟ فرنسا ما جاتش غازيه للمغرب. لا ما دخلتش غازيه. هما عبد العزيز طلب هو اللي جابهم. نعم خلاص تربح. احنا جاو غازيين وخرجناهم بالدم. احنا اما الاخوان بالنسبه للحمايه، الحمايه ما جابها حتى شي واحد، بالعكس الحمايه الفرنسيه تفرضات على المولى عبد العزيز. انتم غتشوفوا معايا في هذا الفيديو كيفاش تفرضات عليه الحمايه. وما لا يعرفه كثيرون بحسب مؤرخين أن السلطان مولاي حفيظ كان ضحية مؤامرة استعمارية بشهادة أدلة ووثائق تاريخية تفيد أنه وقع المعاهدة تحت ضغط عسكري وإكراه دبلوماسي من الجانب الفرنسي. الحدود تاعنا ترسمت بالدم، هما الشش يسيلوا الدم على سبتهم ليلة. يا أخي حقكم، يا أخي أرضكم. دونك نهار كلمة لهذوك الأبواق هذوك، نهار تحروا سبتهم ليلة اروحوا هضروا معنا. حتى المسيره الخضراء يعني عرفنا من استاذنا محي الدين عميمور قال لنا هنا في منتدى الحوار المسيره الخضراء لم تطأ قدم واحد منهم اراضي الصحراء الغربيه، يعني توقفوا عند الحدود ويستناو الاسبانيول يرضوا عليهم. تاخذوها شوف معايا هذا الفيديو وغادي تعرف بان المغاربه دخلوا للصحراء وداروا المسيره الخضراء في الصحراء وماشي غير في الحدود. Nous venons de passer juste là le poste frontière de Ta à la limite du Sahara espagnol et nous nous engouffrons actuellement en territoire espagnol. Vous ne les voyez pas mais il y a au loin là des hélicoptères espagnols qui rôdent et qui observent la situation. Le flot actuel est à peu près de 40 000 hommes, c'est le premier contingent qui vient de passer en présence du Premier ministre marocain qui est en tête du convoi. سمعتي يا معلم شنو قال؟
يلا نزيدو نكملو. حجه نعم. وكذريعه وقاعدين كل خطره يشعلوا النار بيننا وبين المغاربه. احنا واحد ما يشعل بيننا النار، احنا حسابنا احنا عندنا مشكل مع النظام. الرئيس هضر على ذيك ما حبش ما رجع لهمش في الكلمه تاع اللي قاتل. ما هما كانوا يستناو المخزن واش راح يقول تبون على المغرب. فاتهم برد هذه هي ماهوش قاعد هضر معاكم النهار الاول، نهار تعدلوا رواحكم، وتعدلوا سياستكم، تحوزوا علينا اليهود هذو من الصهاينه، تحبسوا علينا المخدرات، تحبسوا علينا المخدرات هذه اللي راكم تبثوها لنا سموم بالاطنان. انا عييت يا ولدي عييت، قلت عنوها منطقه عسكريه محرمه. اللي دخل عطيه. ما زالت الجزائر يعني في دم هادئ وكذا. عسى ان يستفيقوا. نهار تكون بوادر من عندهم، نهار يديروا بوادر خير من عندهم، يحبسوا عنا المخدرات. قال مستعدين لتنفيذ قرارات الامم المتحده فيما يتعلق بالنزاع الصحراوي. قال لهذا الصهاينه سمحوا لنا، احنا علاقتنا بالجزائر اولى من علاقتنا بكم، روحوا حب دير معهم تجاره دير تجاره، بصح ما تجيبليش قواعد عسكريه استخباراتيه صهيونيه على الحدود تاعي. سبحان الله. تسمح لي تجيب قول له يلحق دروك ميزانيه. دابا انت ما فهمتكش، دابا تتقول بان احنا كنصدروا لكم المخدرات، راه من الجزائر تيجينا حنايا القرقوبي، راه القرقوبي تيجي من عندكم انتم يا استاذ. الكاشيات مو جايين من المروك، لي دروك دو سانتاز مدام كوراج وسوبرمان والكاشيات هادو مو جايين من المروك، مخدومين في الجزائر. الكاشيات خطه ممنهجه باش تدمر الشباب الجزائري، كما يقولوا المراكا القرقاب والتوانسه. شكون يدخل الكاشيات الجزائر؟ اما بالنسبه للصهاينه فانتوما عندكم علاقه وطيده مع ايران، وايران كتشكل تهديد بالنسبه لنا احنا كمغاربه. ايران قطعنا معها العلاقات من 2018 بسبب تمويلها للبوليزاريو واعطائها السلاح. يعني ايران بالنسبه لنا كتمثل تهديد. ولا لاحظتي اخي ان معظم الدول العربيه في الشرق الاوسط الحروبات والمشاكل اللي كتعاني منها فهما بسبب ايران. الا جيتي تشوف من واحد الجهه فايران واسرائيل وجهين لعمله واحده. الا نتوما حيدتوا ايران من عندكم وما بقيتوش كتمولوا البوليزاريو اللي هما كيشكلوا تهديد بالنسبه لبلادنا، فحنايا مستعدين نلغيو الاتفاقيه مع اسرائيل. هو راه في الديونه تاعو غرق في الديونه تاعو قريب ما عباليش انا 60 مليار دولار، هو راه يزيد يجيب لي في يا ولدي انت بشعبك، انت بشعبك وخبزه شعبك وهضرنا 100 خطره نزيدو نعاودو نرجعوا لك. كتهضر كتقول انت بشعبك خبزه كذا كذا بحال انت عايش في سويسرا. راه المشاكل اللي تعاني منها الشعب الجزائري راه اكثر من المشاكل اللي تعاني منها الشعب المغربي. واخا نقولوا نتوما ما عندكمش لا كريديات لا والو، ولكن راه هذاك الشيء اللي تعاني منه الشعب الجزائري راه اكثر من داك الشيء اللي تعاني منه الشعب المغربي. وكمثال خرج دير دوره في الجزائر وشوف شحال من واحد ما خدامش وشحال من واحد تيحلم انه يهاجر لاوروبا. الجزائر كبيره عليك مساحه وحدودا ورئيسا. شفت الرئيس تاعنا كيفاه طويل وعريض. ورئيسا شفت الرئيس تاعنا كيفاه طويل وعريض. ورئيسا وشعبا وكرما وضيافة وأخلاقا وتاريخا رجلة ونقولها لك كجزائري حر. وكان جات ميلا وسبتة في الجزائر يتحرر 62 نهار تحرر سبتة وميليلا أرواح حضر معنا. بارك الله فيك. والله مشكلة وحق الله العظيم. الى المشاكل اللي تيتخبط فيها هذا السيد هذا عنده مشاكل نفسيه وتيدويو بواحد القرحه وتقول وكانه ما عنده حتى شي مشكل في البلاد ديالو. الاخوان اش غنقول لكم، الله يهدي ما خلق. هذا اللي غادي نقوله. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.